التناقض اللي هقوله لك، ما بحبش اقسم الناس لفئات، بس الفيديو ده للاسف موجه للفئه اللي ما بتفرقش معاها ال 50 جنيه. هتقول لي مين الفئه اللي ما بتفرقش معاها ال 50 جنيه؟ هقول لك مثلا النهارده بعد الصلاه وقفت انا وعاشور صاحبي في TPS صرفنا 400 جنيه، يعني كل واحد 200 جنيه. ما ينفعش اكون بصرف كده في وقفه كافيه واجي اقول لك ان ال 50 جنيه بتفرق معايا، ابقى انا راجل كذاب. ليه بوجه فيديو للناس اللي بتفرق معاها ال 50 جنيه؟ لان انا النهارده 17 اكتوبر قريت خبر كده، ما اعرفش صح ولا غلط، ان البنزين هيزيد 2 جنيه في اي نوع بنزين. الموضوع ده يمكن مش هيمباكت عليك قوي، يعني في التفويل هتفرق معاك 100 جنيه 500 جنيه في الشهر، يمكن قد ان ده ما يكونش فارق معاك، لكن هيفرق بشكل رئيسي في مين؟ في الناس اللي في رقبتك. على فكره انت اللي في رقبتك مش بس مراتك وولادك واهلك. لو في ست بتيجي تنظف لك البيت فهي في رقبتك. الحارس اللي بيعمل لك عربيتك كل شهر وبتدي له مش عارف 50 ولا 100 جنيه ده في رقبتك. المكواجي اي حد بتشوفه بشكل ريجولار ده في رقبتك. ال 50 جنيه اللي ما بتفرقش معاك واوعى تقول بتفرق، هتفرق معاهم جدا جدا جدا. فكر معايا كده بالراحه، انت لما تزود الست اللي بتجي لك في البيت 50 جنيه يعني في الشهر كله 200 جنيه، انت بتصرفهم في 3 خروجات. في شهرك 200 جنيه صدقني ده رقم لا يذكر بالنسبه لك، يلي من الفئه اللي انا بكلمها. هيعمل ايه بقى؟ ال 50 جنيه دي هتخليها تشتغل بالها مرتاح، هتخليها سعيده، هتخليها سعيده طول الشهر. تخيل انت فجاه كده مثلا الHR كلمك وقال لك انت مرتبك زاد 20%، شوف انت سعادتك هتبقى عامله ازاي. ال 50 جنيه التي لا تذكر بالنسبه لك هتعمل كده معاها. عايزك تجوجل حاجه اسمها الباترفلاي افكت. فكر في فكره ان انت لو سمعت كلامي وزودتها 50 ومثلا هي بتنظف في 6 بيوت فكل واحد زود لها 50 هتاخد 300 جنيه. انت متخيل ان ممكن تب صغيره زي دي لو ناس كتير عملتها تفرق مع حارس العماره؟ لو كل سكان العماره 8 شقق كل واحد زوده 50 ادي 400 جنيه، حياته هتختلف وهيبقى سعيد، فهيمباكت على مراته وولاده، هيربي عياله عدل، هيطلع جيل كويس. كل ده بفضل 50 جنيه انت زودتها. وعلى فكره في كومنتات جات لي كده من فتره اللي انا بتكلم عن الناس دي كتير، تقول لي دول استغلاليين هيطمعوا. ما يطمعوا، ايه المشكله لما حد يطمع في خير ربنا اللي ربنا مديهولك؟ انت مش عبيط، سيبه يطمع ويديله على قد ذكائك وعلى قد ان انت حويط، لكن ما تعيش في نظريه مؤامره وهيطمعوا والكلام كله على فكه. دايما فكر ان ال 50 جنيه دي ريشيو من مرتبها، مثلا انت زودتها كده الربع، لو هي بتاخد مثلا 150 بقت 200، مرتبك انت هيزيد الربع. لو انت بتاخد 20,000 هيزيد له 5000. ربنا قال الحسنه ب10 امثالها، ومعروف ان الصدقه بتفتح باب خير. في الظروف الصعبه لازم تفكر في الناس اللي في رقبتك، لان انت مسؤول عنهم وهتتسأل عليهم. بلاش نظريات مؤامره وبلاش نبص للناس في اكل عيشها. لو تقدر تساعد حد يعيش سعيد اعمل كده عشان ربنا يسعدك. سلام عليكم.